يا أيها الناس، كيف رغبتم ورضيتم في الدنيا؟ فإنها فانية، ونعيمها زائلة، وحياتها منقطعة. فإن عندي للمطيعين الجنان بأبوابها الثمانية، في كل جنة 70,000 روضة من الزعفران، وفي كل روضة 70,000 مدينة من اللؤلؤ والمرجان، وفي كل مدينة 70,000 قصر من الياقوت، وفي كل قصر 70,000 دار من الزبرجد، وفي كل دار 70,000 بيت من الذهب، وفي كل بيت 70,000 دكان من الفضة، وفي كل دكان 70,000 مائدة، وعلى كل مائدة 70,000 صفحة من الجوهر، وفي كل صفحة 70,000 لون من الطعام، وعلى حول كل دكان 70,000 سرير من الذهب الأحمر، وعلى كل سرير 70,000 فراش من الحرير والديباج والاستبرق، وعلى حول كل سرير 70,000 نهر من ماء الحيوان واللبن والخمر والعسل المصفى، وفي كل نهر 70,000 لون من الثمار، وكذلك في كل بيت 70,000 خيمة من الأرغوان، وفي كل خيمة 70,000 فراش، وعلى كل فراش 70,000 حوراء من الحور العين، بين يديها 70,000 وصيفة كأنهن بيض مكنون، وعلى رأس كل قصر من تلك القصور 70,000 قبة من الكافور، وفي كل قبة 70,000 هدية من الرحمن، التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، ولا يموتون ولا يبكون ولا يحزنون ولا يهرمون ولا يتعبدون ولا يصومون ولا يصلون ولا يمرضون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينمون ولا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. فمن طلب رضائي ودار كرامتي وجواري فليطلبها بالصدقة والاستهانة بالدنيا والقناعة بالقليل. شهدت نفسي لنفسي أن لا إله إلا أنا، وعيسى وعزير عبدان من عبادي ورسولان من رسلي.
فلو سمعت صراخهم وعويلهم وهم لا يسمعون ولا يبصرون. كلما دخلت أمة إلى النار لعنت وقتها يتسابون. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فلا يسمع كلامهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يرحمون. إنها النار عباد الله، إنها النار يا عباد الله، دار الذل والهوان، دار العذاب والخذلان، إنها دار الشقاء والندامة والبكاء. إلهي قد اشتد بلائي وأحمدت ناري وغلا حميمي وزقومي. فإذا بها النار تزفر وتتغير إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جاء في الأثر أنه ما من يوم إلا والنار تقول اشتد حري وبعد قعري وعظم جبري عجل إلهي إلي بأهلي. انتهت الدنيا والناس وقوف في تلك المحكمة العظيمة، أعني أرض الحساب، وقد عمهم الخوف والوجل والرعب والفزع. فبينما هم كذلك إذ بأهل المحشر يسمعون صراخا شديدا، صراخا قويا عظيما يسمعونه من مسيرة 500 عام، فيزيدهم هذا الصوت خوفا ورعبا وحسرة وألما. فنظروا إلى جهة الصوت فإذا بها تصرخ، إذا بها تنادي قائلة إلهي قد اشتد بلائي وأخمدت ناري وغلا حميمي وزقومي وكثر نكلي وغسليني وأكل بعضي بعضا. إلهي فعجل علي بأهلي فوعزتك لأنتقمن لك ممن عصاك واتبع هواه. فإذا بها النار تزفر وتتغيظ إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ولا يزال نداؤها وصراخها وعزة ربي لتخلن بيني وبين أزواجي أو لأغشين الناس عنقا واحدا. فيقول أهل المحشر من أزواجك؟ فتقول كل متكبر جبار. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان في رواية يخرج لها عنق أي النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق ويصرخ ذلك العنق وكلت بثلاثة بمن دعا مع الله إلها آخر ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ووكلت بكل جبار عنيد